عامل ايه يا اسطى؟ كويسين. احمد مكتئب. انا مكتئب شويه. ايه اللي حصل؟ أزمة عاطفية. قالت لك خلينا اخوات؟ يا ابني مفيش بنت تقدر تقول لي كده عارف انت عادل امام، انا مفيش مره ما تحبنيش. مفيش بنت تقدر تقول لي كده بجد. الله. لا طبعا. لا لا لا، هو الوضع سيء. شوف هز الكاميرا ومشي. هز الكاميرا ومشي. هز الكاميرا صح؟ اه. أولا كانت الحلقة الناحية التانية. لحقتنا ازاي؟ ده المايك. اصلا هو كان عاكس. الصغنن ده هو طب ما شغال كده كده. ماشي بس هيسمع. انت بص، انا وانا حاطط رجلي على رجلي كده بالشبشب البلاستيك ده، تحس ان انا كينج. انت كده كينج. اهم حاجه انك انت انت عارف انك انت كينج. موضوع الاكتئاب ده اصلا بما اننا خارجين من رمضان، سلاسل الشياطين كانت متسلسله فكت. طبعا محمود باشا مش مقتنع بالكلام ده. انا صراحه انا مش حاسس باي حاجه يعني. انا شخصيا مش عارف، انا تقريبا بتغذى على اكتئابكم. فانا مبسوط. لا انت جاي في الطريق بتقول العيد ده غريب جدا وانا مكتئب. لا انا ما قلتش مكتئب، انا قلت العيد غريب. انا ما بحبش العيد، ما بحبش اجواء العيد عموما. في الشارع بحس ان الدنيا كلها بتبقى زحمه والناس بتفهم بتبقى مقبله على الحياه بلا داعي يعني. ده عيد يا جدعان، مش حاجه. بس هو زي ما قلت انت قلت قبل كده موضوع الغذاء الروحي، الغذاء القطع. تخيل بقى انت الغذاء الروحي انقطع اللي هو القران والصلاه، زائد ان الشياطين كانت متسلسله واتفكت. يعني هجوم شامل، الواحد لازم يحصل روحه بجد والله العظيم. انا الصراحه ما اعرفش موضوع الشياطين ده بيعمل ايه بالظبط، بس بغض النظر يعني. موضوع الشياطين ربنا بيقول انهم يرونكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان الشيطان للانسان عدو انا عارف ان انت مبين. بتحب الموضوع ده وعندك كلام فيه كتير، فمش هنفتح فيه. انت كويس، انت صح، انت مظبوط، لا انا غلط. انت بتقول انا ما اعرفش موضوع الشياطين ايه، فانا بقول لك انت الشيطان ده حاجه غيبيه. فلو انت اصلت انك انت عندك ايمان بالشيء الغيبي ده، فانت محتاج تعرف عنه من خلال الوحي الغيبي او الوحي اللي هو بيبدا ان هو يوصف في الشيء الغيبي ده. فالشيطان اتوصف في الوحي الغيبي ده ايه؟ اكتر وصف فيه عدو مبين في اكتر من موضع. بصوا يا جماعه، عشان خاطر اكون واضح وصريح، انا الحاجات الروحيه دي انا مؤمن بيها عشان خاطر بالظبط. لكن انا ما عنديش اي وسيله ان انا افهمه، وبكره جدا الناس اللي بتسقط اسقاطات من غير اي اسباب. يقول لك اصل الشياطين اتفك. يعني ايه الشياطين اتفك؟ انت كده عمال تعبان على فكره، عمال يعني ايه الشياطين اتفك؟ انا مؤمن جدا بس مش عارف اعمل اسقاطات. انت ما هو انت لو مؤمن بالشيء ده، ما هو الشيء ده انا مش مؤمن جدا يا حبيبي. انا مصدقه بحد اللي وصف الشرع بالظبط، لان انا راجل مسلم ولقيت ان القران بيقول كذا 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 كذا. انما بقى ان انا اقعد اقول اصل انا مكتئب عشان خاطر الشياطين اتفكر، عشان خاطر احنا بنصحى طالعين من رمضان، انا حاسس ان هو تغيير روتين بس مش اكتر. انت بتغير روتين، تغيير ساعه بيولوجيه. في ناس كانت بتنام الصبح ماشي بالليل. في ناس كانت ملتزمه على غذاء روحي، مره واحده انقطع الغذاء الروحي ده. هو في اسباب كتير كده انقطع من غير تدريج يعني. بس موضوع الشياطين ليه عليه رق كبير جدا برضه. ما اعرفش. انت بتقول انت يعني ربنا بيقول لك انت شيء طبيعي انك انت ما تكونش. انا ما اعرفش بس هو نثبته ماشي. ما ربنا بيقول انت مش شايفهم كده كده. ما بقول له الايه بيقول لي لا انت بص مش عارفه ايه. ما هو ربنا بيقول لك انت مش شايفهم، هم شايفينك. هم بيعرفوا يأذوك. انت مش شايف اذاهم صح؟ انت مش شايف اذاهم بس هم بيأذوك. انت صح. ربنا اللي بيقول كده. ايوه ماشي، انا مقتنع بكلام ربنا بيقول هم مش انت مش شايفهم بس هم شايفينك. احنا دلوقتي بنفسر ظاهره الاكتئاب بعد رمضان. حلو. انا فاهم هو قصدي، فاهم. ما هو زعلان ان هو اصلا مش عايز يجيب سيره الشياطين في الموضوع، ان هم كانوا مسترسلين واتفكوا مثلا. يعني هو مش انت ملحد يا ابني. انت ملحد. انا لو ملحد لسه اقول لهم اخواتي الف كفاره. هيعمل لك ريزنينج. هو بيحاول يقول لك ده مش تربطه بده. هو انت انت ممكن عندك اكتئاب اسباب كذا كذا كذا، انك انت تروح تسقط ده على وجود الشياطين في حد ذاته، ده هو مش ده السبب الوحيد. ما احنا قلنا في اسباب كتير. اكيد 100%. مش هو ده السبب الوحيد. ساعه بيولوجيه اتغيرت بتاعه النوم، ساعه بيولوجيه بتاعه الاكل اتغيرت، كنا بنقرا قران وبنصلي وكان في روحانيات انقطعت، في شياطين كانت مسلسله واتفكت. ماشي. بص يا عم ميدو، ماشي ممكن يكون ده سبب من الاسباب. انا ما عنديش فكره، بس انت دلوقتي مكتئب بزياده. هل في عندك ازمه عاطفيه؟ واضح كده ان النسوان فعلا ان الرجاله بتحب بتخيب. واضح كده بجد. ايه ده؟ واضح ان الرجاله بتحب بتخيب فعلا. يا عم خلينا نتكلم عن موضوع الاكتئاب بشكل عام. انا حاسس ان في جو عام من الاكتئاب بسبب اللي بيحصل في الحرب
ما اعرفش هل انا صح ولا لا، بس حاسس ان في جو عام كده من الاكتئاب والشؤم وحاجه غريبه بتحصل. الحرب يعني؟ اه يعني الموضوع له علاقه بالنسوان؟ اكيد النسوان كده كده داخلين في كل حاجه. بالنسبه لنا احنا كرجاله احنا هو ده الحاجات، عارف اللي هو ايه. كان مره في ستاند اب كوميدي امريكي بيقول لك ايه، بيقول لك الست بتشتكي عشان خاطر هي بتعمل حاجات كتيره، فهو بيقول بس احنا بنعمل حاجات اكتر بكتير. قال لها انت على الاقل عارفه انك انت هتحط شويه الميك اب، هتطلعي الرجاله كلهم بيحبوا حاجات مناطق معينه، هتظهريهم خلاص انت كده في الجول. اما الراجل ما يعرفش هو يعمل ايه، عشان كده بيروح يطلع القمر، يبني جسور يبني ابراج، فاهم؟ هو الحرب شغاله كده كده من زمان، والوضع من سيء لاسوء. وبعدين انت راجل عندك كام سنه؟ 31 و 32؟ 31 يا عم محمد، كبرناه ما تصغرناش يا عم. 31 دون سمول اس، سمول اس مين كان بيقول كده؟ بس 31 لسه. 31 حلو. انت راجل محترم، ده شاب اهو قد الدنيا. المشكله في مشكله صغيره ان انت ممكن يكون صوتك مش ظاهر. لا المفروض ان هو مدير صيدلي. خليك كده يعني مدير صيدليه. تخيل مدير الصيدليه ده ما عندوش الرفاهيه ان هو يفتح بيت بقلب واسع. يعني هو عنده شويه حبشتكنات كده، بس هو بالفعل هو لو فكر فيها على الورقه والقلم هو ما عندوش رفاهيه ان هو يعمل اقل حقوقه، ان هو يعرف يعني يتواصل مع الجنس الاخر بطريقه في فريم اجتماعي وديني وشرعي مظبوط. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انت دلوقتي عشان كنت تتكلم عن حاجه زي كده خلينا نسال السؤال، ايه الدخل اللي انت المفروض تكون بتحققه عشان خاطر تعمل حاجه زي كده؟ اقل دخل. انا بالنسبه لي اقل حاجه دلوقتي لو انت معاك شقتك، معاك ملكك وبتاع، وبتشتغل جنب البيت، مش بتصرف مواصلات كتير وكلام من ده، يعني سكه 20,000. ده اقل حاجه، ده فعلا اقل حاجه، ده فعلا. وانت هتعاني بحاجات كتير قوي. لا انت بالنسبه لك معايا المايك بتاعي. ما فيش حاجه اسمها كده لسبب بسيط جدا. ايه بقى السبب بسيط جدا ده؟ البركه. لا الواقع، الناس عايشه باقل من كده. الناس عايشه باقل من 20. في ناس دخلهم كله وفاتحين بيت وعنده ابن كمان ولا حاجه، فكره حلوه. واجمالي دخله اجمالي دخله 10,000 مثلا. انت بتدفع لوحدك كام؟ انا لوحدي ممكن اخش في 15 دلوقتي، لوحدي اخش في 15 دلوقتي. بس لما يكون في زوجه هيبقى في بركه بقى، وفوق البركه كمان علميه. يعني انت عايز تمشيها بقى بشكل مادي وكده. الناس دي بتكلم بيتين امي اقول لك في بركه، البركه دي انت بتقيسها ازاي؟ بتجيبها منين؟ يا ابني انت بتقول 15 لوحدك؟ ماشي يا حبيبي ماشي، انا بقول لك اهو البركه دي اللي هتيجي ازاي. انا دلوقتي مثلا بدل ما اجيب وجبه من بره، عشان باكل من بره مثلا اكل كله من مطاعم بره، بجيب لي الوجبه مثلا ب 250 جنيه، 200 جنيه، 200 250. ال 200 250 دي اكلنا انا ومراتي كده كده. نص كيلو لحمه بكام؟ ب 200 جنيه. ثانيه واحده لسه هيبقى باقي الرز بقى الخضار يعني 300 جنيه، يعني 150 جنيه. اديني وفرت اهو 50 جنيه في الوجبه. مش منطقي بجد. نرجع للسؤال تاني، شايف كام كافي عشان خاطر تفتح بيت؟ يعني انا شايف يعني ان ال 15 اللي انا شغال بيها لوحدي دي تكفيني انا ومراتي، تمشي الحال. انا بسمع ناس بيقبضوا 10 او 9 او 8 والصراحه ما ببقاش عارف هم بيعيشوا ازاي. انا بقول لك ما بقول لك الواقع بيقول ان في ناس عايشين اقل من كده، صح ولا لا؟ ليا صديق متجوز وطبيب اسنان بيقول لي لو انت بتقبض اكتر من 10 ومعاك شقتك اتجوز. انا من لحد دلوقتي مش هسمع، انا بصرف ليا كده وانا قاعد في بيتي، مش مسافر مش مغترب، باكل وبشرب مع بابا وماما، يعني يعتبر قاعد في بيت عيله وبس. يا دوبك بحنكش كده، لو لما عندي مثلا حاجه بنزل يوم وارجع تاني، لو الشغل الحاجه اللي هي ايه لما انزل اوف لاين. ماشي، انا برضو عندي مصاريف كتير عشان خاطر انا قاعد لوحدي دلوقتي. يعني مثلا قهوتي بس لوحديها ممكن تخش لها في 100 جنيه يوميا، يعني 3000 جنيه في الشهر. ال 3000 جنيه دول هيتقلصوا ل 1000 1000 ونص مثلا لما اكون في البيت. انا هبدا برضه امسك ايدي شويه في سبيل ان انا دلوقتي معايا زوجه، فانا خلاص بقيت مبسوط. مش شرط بقى ان انا ايه حاجات معينه هقللها ومش هحس ان انا زعلان. هل انت هتبقى مبسوط؟ هبقى مبسوط طبعا. مش معايا زوجتي في بيتي. معاك زوجتك؟ معايا زوجتي في بيتي اكيد. حاسه سجن صغنون كده، معاك زوجتك ومسؤوليات زياده ده حقيقي، وبقيت زوج وبقى فيه حاجات كتير. سنة الحياة يا حودي، احنا هنعمل ايه يعني؟ لا سنة الحياة، مين اللي قال ان هي سنة الحياة؟ الله يخرب بيتك. الواد ده ايه؟ الواد ده جاي منين؟ الواد ده عايز يجادل في اي حاجة وخلاص. لا يا اسطى انت ايه يعني اقول ايه بس؟ يا ابني يا حبيبي دي سنة الحياة، ربنا خلقنا كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
موده ورحمه. صح. اصبح ان دي سنه ربنا ان هو خلقنا وخلق منا من نفسنا دي زوجه، لازم احنا الاثنين مع بعض. سنه ربنا في كونه. بس السؤال بقى ليه بقى في ناس كتيره شايفين ان الجواز سجن؟ يعني ده مش رايي انا لوحدي، انا متاكد ان في ناس كتيره متفقه على ده. وكمان بقى في نوعا ما مش عارف اوصفها ازاي، بس اللي هو فكره ان البنت نفسها بقت بتفكر بالطريقه دي، اللي هو انا هبقى متجوزه ده بس. يعني سمعت واحده بتقول كده بشكل عام، هي انفلونسر او كونتنت كريتور حاجه زي كده، بتقول لك انا مش عايز صراحه، يعني لو نعمل في العقد ان احنا كل سنتين بحيث ان احنا نغير، عشان خاطر انا بحب مثلا، انا كنت كل يوم وانا سنجل بنزل انزل ديت فاتغدى على حساب الشخص. هي كانت بتقولها بهزار، بس هي تعني الكلام اللي هي بتقوله بشكل او باخر. ده حلو الفكره دي، يعني العقد بتاع الجواز يبقى عقد مثلا سنتين بس، بعد كده نجدد بقى لو حابين نجدد. ايوه بالظبط. فكره حلوه. لا بص ده بسبب حاجه اساسيه. اولا ان بعدنا عن ربنا. الكلام ده جميل هتقولي بدليل ان يعني حتى مثلا في بره الجوازات، بره الناس اللي عايشين بره مستقرين في جوازاتهم. مين قال؟ رغم ان هم اللي هو نسبة كام اصلا بيتجوزوا من بره؟ الاسر مستقره يعني بره. الاسر اللي بيتجوزوا اصلا قد ايه؟ ايه يا احمد ايه؟ الموضوع الجواز نفسه بيقل كنسبه. الجواز كمنظومه ان يبقى فيه زواج وفيه عقد بيقل بسبب القوانين اللي بتنحط على الراجل، اللي بتمسك المراه بتمسكها. هي الصراحه بتبقى غشيمه الصراحه، يعني ايه يعني اطلقها وتاخد كل اللي حيلتي ولا حاجات كده بتحصل. عارف ان هو بسبب طريقه التفكير الجديده دي، اللي هو بسبب ان الرجاله طبعا من زمان عشان خاطر هم مش عاوزين يرتبطوا بزوجه واحده، وان البنات دلوقتي مؤخرا بقوا برضه بيفكروا بنفس الطريقه بسبب انا بالنسبه لي بسبب الراسماليه والفردانيه والكلام ده. طلع اشكال جديده من العلاقات زي سيتويشن ريليشن شيب وفريند ويز بينيفيتس وستاند اسمها ايه وان نايت ستاند او حاجه شبه كده. سمعت فيلم كده على الموضوع ده. فالفكره كل العلاقات ربنا يعافينا. كل العلاقات يعني السوشيال ريليشن شيب ده لما تيجي تبص لها اللي هم اتنين في علاقه بيعملوا كل حاجه اي اتنين بيعملوا في علاقه، بس ما حدش فيهم عاوز يعترف ان هو في علاقه، عشان خاطر دايما يبقى الباب الخلفي مفتوح ان اي حد يهرب. هو فليه بقى؟ هو احنا نرجع تاني للنقطه الاساسيه، يعني احنا عاملين نحور الموضوع دلوقتي سؤال المبلغ اللي انت ممكن تصرفه. لا انا كنت لسه بقول ليه هو على دلوقتي هنرجع لايه؟ يعني دلوقتي كنا بنتكلم عن المبلغ، بعد كده ما اعرفش ايه اللي وصلنا لهنا. خلاص نرجع تاني للمبلغ نخلص الكلام ده. انا بالنسبه لي شايف 20 زائد ان انت يبقى معاك شقتك. 20 ده خلي بالك، شقه ملك ده اللي هو اقل حاجه، شقه ملك وجنب البيت اللي هو شغلك جنب البيت، مفيش مواصلات ومفيش كلام من ده. 20 ده بس مفيش عيل. 20 ده انا شغل ريموتلي وكمان انا من رايي ما يكونش في القاهره، يعني ما يكونش مثلا في محافظه او في مدينه كبيره حركتك فيها كلها محتاجه مواصلات، محتاجه لو انت عايز تتحرك اي حاجه انت محتاج يكون معاك تحت ايدك على بيتك بنزينك اكلك وشربك ودنيتك بس كده. انا شايف ده بالظبط. دلوقتي اقل حاجه هتحسبها انت النت لوحده. دلوقتي انا قاعد لوحدي وبصرف النت رقم ما اعرفش ازاي احنا وصلنا للمرحله دي، بس لا يعني انا 1000 جنيه تقريبا في الشهر نت انا بدفعهم شهريا، وانا قاعد هنا مع والدي ووالدتي كمان، يعني في بيت عيله يعتبر. ما هو يعني قصه 20000 دي انت كده بتحط العقده في المنشار. لو انت بتقول 20000 ومقتنع بكده ومفيش غير كده، ما انت بتحط العقده في المنشار، لان 3/4 اللي عايشين الشباب دلوقتي مش بيجيبوا الدخل ده. انت مش بتحط العقده في المنشار لانك انت النهارده عشان خاطر تخش بيت وتخش تتكلم مع واحده بنت ناس هتلاقي ان هم بيتكلموا عن ده، هم عاوزين ده، هم بيدوروا على ده وده اقل حاجه. لا دي مش بنت ناس ولا هم ناس طبيعيين يعني. جدع. انا شايف كده بصراحه. لا اصل يا باشا هي ظروف البلد كده. احنا دلوقتي يعني مثلا ربنا الرسول قال ايه؟ ما جاءكم ترضون خلق ودينه فزوجوه. يبقى انت بتدور يا اسطى الكلام ده وحتى لو حديث ضعيف بس هو صحيح. طب بلاش خلينا في الحاجات اللي حصلت فعلا ايام الرسول. ايوه الحاجات اللي حصلت ايام الرسول. في حاجه اسمها الفقه الكفاءه، اللي هو انت هتروح تتجوز الواحده دي بتصرف في بيتها رقم معين، لو انت مش هتعرف تصرف عليها الرقم ده او مقارب للرقم ده بطريقه معينه، وعندك بروميس انك انت هتعرف كمان توصل انك توسع على نفسك بعد كده، يعني في بوتنشال. فانا اعتقد ان انت بتخش البيت ده، خش البيت هو بيصرف الرقم اللي انت في دماغك ده، اللي هو بالنسبه له لما يلاقي انك انت بتقبض 15 وهتصرف في البيت 15 وتديها في ايدها مثلا 8 او 9 تعرف تقوم لك البيت ده سيناريو موجود ومطروح. طب وليه ما تتجوز اللي انت حاببها واللي هي حباك؟ حلو. بقول لك ايه النزعه الرومانسيه دي لا تاكلش عيش. اسمعني اقول لك حاجه. انا جاي لك في الكلام مش رومانسيه وخلاص. احنا مش هناكل ونشرب بالرومانسيه كده انا معاك تمام.
بس اولا يعني الاساس ان هو راجل شاطر، يعني هو بيطور روحه، مجتهد في شغله، عنده رؤيه مستقبليه، وهي تكون دماغها كويسه، ده هي والله حابه تعيش في مستوى مادي كويس، تساعد جوزها من حيث ان هي تشجعه، ان هي تقف معاه لحد لما يقدروا يوصلوا لحاجه كويسه. انا اسف بس تخيلتها يلا يا بيت. لا مش كده، مش يلا عادي مش كده. لا مش كده، لا لا لا، اللي هي تقف معاه، اللي هو مثلا لو مثلا بيزود مثلا بيعمل دراسات عليا مثلا في مجاله عشان خاطر تجيب له فرص دخل احسن، تساعده في كده مثلا، تذاكر. في الناس بتعمل كده على فكره، تلاقيه مستغرب. بص يا ميدو، بص جو نتجوز بعض ونقعد في عشه ونبني طوبه في انا شفت نماذج كده، انا اعرف نماذج كده بيحصل، بس قليل قوي. مش طوبه يا ابني، مش بقول لك ابدا من الصفر، سيبك من اللي عايز يبدا من الصفر ده. انت دلوقتي شغال فعلا بس دخلك مش جايب ال20، جايب نص ال20 يا عم مثلا. ماشي يا اسطى، بس احنا بنتكلم دلوقتي ان انت بتتكلم عن الكومن اللي هو العادي الطبيعي، اللي انت بتتكلم عنه ده حاله استثنائيه، اتنين حبوا بعض فعلا، ممكن ده يحصل. انا ما اعرفش بيحصل امتى وبيحصل فين بالظبط، في انهي حته على الكوكب انا ما اعرفوش، بس ممكن يحصل. بس ده حاجه استثنائيه. احنا بنتكلم دلوقتي لو احنا هنحط يعني ايه، انت قصدك انت نضجت وبلغت وعايز تروح تدور على عروسه فهتجيبها، فبتروح بقى انك انت تشوف ايه وضعك المادي لازم يكون قد كذا، صح؟ قصدك لو كده. انت هتجيب بنت من طبقه اجتماعيه معينه بتصرف قد كده في بيتها، المفروض ان انت يبقى على الاقل عارف تصرف نفس المبلغ ده، اللي هو زيك، اللي هو بالمناسبه طبقه اجتماعيه زيك يعني، ما تخشش البيت ده. اللي هي زيك، اللي هي طبقه اللي هي طبقه متوسطه، اللي هي متشبثه دي. خلي بالك، مش بقول لك طبقه اجتماعيه معينه اللي هي طبقه اجتماعيه اعلى منك، انت كده مبدئيا المفروض انت كذاكر بتفكر اما اللي زيك او اقل منك، يعني مبدئيا يعني. والشخص اللي قدامك ده اللي هو هيطلع معاك. لا، ما هو اصل المشكله ان النموذج الرومانسي ده بتاع في ناس كتير بتمشي وراه، وفكره بقى اللي هو ايه، كمال ونهان بتوع حب اعمى، ونهان فضلت 5 سنين مستنياه وهموت عشانه، وهو حارب العالم كله عشانها، ومستعد احارب العالم كله عشانك، وانت مش هتبقي لحد غيره، وكلام. اصلا الهرمونات بتاعت الحب دي هي بتخلص بعد 1.5 سنة ماكسيمم، ما فيش جهاز عصبي يستحمل الجو ده. يعني لو افترضنا ان في رومانسيه اصلا ماشي، والحب ده بناء على ايه؟ يعني الحب ده بناء على ايه؟ بيحبها عشان شكلها مثلا، عشان شكلها بس مثلا، ده اقول لك ماشي، ده اهطل في دماغه مثلا. اما لو في فعلا علاقه صادقه ما بينهم، يعني هم فاهمين تعريف بعض، العلاقه الصادقه دي فاهمين بعض، حابين بعض شكلا، منجذبين لبعض شكلا، منجذبين لبعض شكلا، يعني ما هو قابلها شكلا وهي قابلاه شكلا، ودماغهم على بعض، يعني هي دماغها شبه دماغه، قلبيا قلبيا متعلقه بيه، قلبيا هو متعلق بيها، دي حاجه من عند ربنا. الامور دي كلها بتتحط في الاعتبار، الهرمونات دايما بتكسب. ما هو ده الاساس اصلا، هو الجواز. ماشي، امال ايه؟ طيب المادة لو انت بقى قابلت حد، لو قابلت حد وحصل معاك كده، حصل الانجذاب ده، التسليح بتاع المنشأ هو عباره عن الماده. يعني المنشأ مش هيقوم ولا هيقف غير بالماده. كل الكلام ده هيبقى حلو في الاول ما تخش في المنشأ حقيقي، تبني المنشأ بتاع الجواز بتاع المنظومه ديت من غير تسليح، من غير حديد، من غير مواد، من غير ماده، عمرك ما هتبني المنشأ. المنشأ ده بالنسبه لك مجرد حاجه في دماغك، توقعات في دماغك، فكره مستحيل تتحقق، متخيلات في دماغها، وهي بتحب بدماغها. الراجل ما بيحبش بدماغه على فكره، ما بيحبش بتخيلاته، هي اللي بتتخيل الكلام ده، يعني هي اللي بتتخيل الورد والياسمين ده، يعني هي بتتخيل الكلام ده كله، بتتخيل التصور ده. انما انت موضوع القبول والحب واتفاق الشخصيه والكلام ده هو ده اصلا، ده الاساس، ده الفكر، ده الاساس بتاع المنشأ. عايز تطلع من المنشأ لازم ماده. المشكله الثانيه في الفكره الرومانسيه دي هو ان كل واحد بيفكر بالطريقه دي بيبقى مستني هذا الشخص الكامل الاوصاف، توأم الروح اللي هيكمل معاه، اللي هيحس معاه بهذا الانسجام ما بين التفكير وما بين، وده مش بيحصل، مش هيجي، مش موجود. لازم تقتنع بده. انا مش عاوز احبطك، بس انت لازم تقتنع بده. هو مقتنع على فكره، بس هو يعني هو شكله لسه طالع من مرحله، لسه طالع من تجربه عاطفيه شايف سامع التنهيده. التنهيده دي طالعه ثم تنهد وقال حسبي الله ونعم الوكيل. يا جدعان والله لا، بجد والله انتوا كلامكم صح على فكره، يعني موضوع الماده دي مهمه واساس، ماشي، بس بالقدر الكبير منه، بس برضه بالتزامن برضه مع ان يكون في جانب رومانسي وجانب برضه الحب والتعلق والانجذاب، ومش الفرق المادي او ما بين الطبقات والكلام ده مش هو اساسي قوي في القصه دي. ليه؟ لان ممكن اللي دلوقتي تحت يطلع فوق. هقول لكم حاجه، انت وانت تعرفوا حد كده، يعني مثلا حد تبعنا احنا نعرفه شخصيا، كان شغال عند حد واتجوز بنته، تمام،
وبقى حج، راح السعوديه وبنى بيت واشترى ارض والدنيا بقت كويسه. الكلام ده احنا بنتكلم حصل ولا ما حصلش؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ النموذج ولا ما تعرفوش؟ النموذج ده تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ ما تعرفوه. النموذج ده يا حبيبي انت بتتكلم عن واحد اتجوز من كام؟ من 30 40 سنه بالظبط. نفس الكلام دلوقتي 30 40 سنه نفس الكلام دلوقتي. ده في طموح وده في شغال وراجل يا ابني انت جايب تمام. انت جايب الكلام ده منين؟ انا عاوز اعرف انت ما انا بقول لك، انت تعرف التجربه دي؟ عارف انا بتكلم على مين الاول؟ أيوة. التجربه احنا عارفينها تبعنا صح؟ أيوة. طيب يعني بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يا اسطى احنا بنتكلم عن دلوقتي مع فرق الوقت في طريقه في التفكير متغيره خالص. يعني جدك اللي جوز ابوك مش ماشي، موجود أصلاً مش دلوقتي. موجود دلوقتي، مش موجود رقم طريقه واحد. تفكيره رقم اثنين خالص. امك الشخصيه للشخص اللي طيب ماشي، يبقى الفكره في دلوقتي. شفت هسألك سؤال. قلت ايه؟ ان هسألك جدك اللي جوز ابوك مش موجود دلوقتي، معنى كده ان التفكير ده كان صح، تفكير جده ده كان صح. ايوه احنا مش يبقى بنت- الناس تفكر كده، احنا مش المفروض بنت- الناس تفكر كده. احنا مش بنتكلم عن المفروض يا احمد، احنا بنتكلم عن الموجود، عن الواقع، ما بتكلمش عن لا، المفروض في خالص. ناس لسه بتشتري رجاله، ده قليل بتشتري قوي، راجل والنسبة دي بتقل، وعارف بتنكمش كل بتعمل شوية. ايه. يا عم ماشي، ما انا عايز بقى حد كده. ليه؟ ده الراجل بيفهم، ده راجل بيقدر الراجل بيقدر الراجل. ثانيه واحده، ما هو احنا مش مختلفين على فكره. يعني الراجل بيشتري الراجل اللي عنده بوتنشال، اللي عنده مستقبل، كل الكلام ده، ولكن بحدود. ايوه بحدود يا عم. مش بقول لك جيب واحد معدم. اولا انت معدم ليه؟ ما انت قدامك الفرص، معنى كده انك انت مش بتشتغل، معنى كده انك انت مش بتسعى، معنى كده ان انت ما عندكش طموح. ده خلاص، ده انت يا باشا روح ظبط نفسك الاول. اما واحد اصلا شغال وبيسعى وبيعمل ايوه طبعا دراسات، مفيش خلاف على ده، يبقى ايه مشكلته؟ مفيش خلاف على ده. الماده اللي انت تبقى موجوده بتتكلم بقدر معين، عن المبدا يا احمد، المبدا صح. ماشي. الماده اللي انت تكون موجوده بقدر معين، وان اختفت الماده بالقدر ده اللي هو باقل قدر، فانت ينطبق عليك قول انك انت أنا معاك كده، تصبر، وانك انت حتى تعرف نفسك تصبر وربنا قال وتصوم. كده، وربنا قال كده، تصوم لحد ما ربنا يرزقك. ربنا قال كده في معنى الايه، اللي هو ان اللي مش لاقي ان هو يتجوز او ما معهوش. فليستعفف الذين لا يجدون الله نكاحا يفتح عليك. حتى يغنيهم حتى يغنيهم الله من فضله. ماشي، ده انا معاك ماشي. بس لو انت معاك قدر معين من الماده، حتى انت بتقول لازم تجيب لها تعيشها نفس العيشه اللي كانت في بيت ابوها. ايوه انت ده طب لا. ده كده لا، يعني مش انت لازم كده. تكون انت واخد لا، بالك من الحته دي. هي المفروض تكون عارفه ان هي بتبدا حياتها مع راجل لسه بيبداوا بص- حياتهم. بص، هقول هي لك حاجة. شايفاه، هي لو شايفاه شرياك- راجل. هي لو شرياك وحباك، هي بالفعل هتتنازل في ماشي الحته دي، كويس. دي طريقه حبها ليك. انا برضو ما اعرفش الكلام ده، لان هي مش بتبقى للاسف احنا دلوقتي في مجتمع مش البنت هي اللي بتتجوز نفسها، لا هي بنت بتجوز نفسها. اسره بتتجوز مع اسره. لا هو أسرة بس بتتجوز مع البنت دلوقتي بجد البنت هي بقى هي ليها هي تأثير، ماشي. الكور، هي رمانة الميزان. هي رمانة الميزان في اغلب البيوت الاهل ليهم بقدر معين. يعني لو الاهل لو الولد ما فيهوش بنسبه ضخمه جدا. واقول لك حاجه بسيطه، لو مش الاهل، اصل انا عارف بقول لك ايه كويس ومجرب الكلام ده. لو الاهل مثلا لو هي هتعادي اهلها بقى، انت كده دخلت في سكه ثانيه. اولا بقى انت عملت معاداه بين بنت واهلها، ودخلت في سكه ثانيه ومشاكل امال وقصص. فين يا عم النزعه الرومانسيه واخطفها ونروح الاخر ده ومش هسيبها عارف واروح العالم كله علشانها؟ فين يا عم؟ ما في برضه التضحيه، في التضحيه برضه عشان خاطر هي مش يبقى في استقرار. نموذج تاني من النموذج الرومانسيه اللي هو ايه؟ انا هضحي عشان عشان والله. هي تبقى النموذج ده بشوف في المسلسلات ده بيتناقض اصلا مع الفكره النزعه الرومانسيه اصلا. فكره ان انت منجذب لواحده وعاوز تصفر بيها واخليها في عايشه في جبهتين. مش عايشه في جبهتين. هي لو اهلها عندها، هيرضوا بالامر الواقع بعد كده. ماشي. هي بقى لو شفتها في عندها 100 فيلم قبل كده. ماشي. هي بقى لو عندها القدره على كده، وهي فعلا متاكده ان هي اختار الصح وعارفه الشخص دوت وعايزاه، وشايفه ان اهلها متعندين في حاجه ملهاش لازمه مثلا، ساعتها اقول لك في الحاله ديت اما لو هي اصلا اما انا بقى اللي انا اكلمها واحاول معاها واضغط عليها عشان تضغط على اهلها مثلا، لا، فانت كده هي اصلا مذبذبه. بس لو هي شريك زي ما الرحمن بيقول مثلا، لو هي عايزاك خلاص وعارفه انك انت الراجل ومش شايفه غيرك اللي هتكون في حياتها والكلام ده، هقول لك لا، دي ساعتها ماشي، لحد ما اهلها يفهموا وجهه نظرها ويعرفوا ان هم مثلا كان ما عندهمش حق ان هم مثلا يرفضوا الشخص ده، صح ولا لا؟ فدي بتبقى نسبيه يعني محمود، نسبيه. هي نسبيه الصراحه. طب احنا كده ردينا على السؤال الاولاني اللي هو بتاع احنا محتاجين كام؟ احنا السؤال الاولاني محتاجين كام ديت يعني البركه. شوف الموضوع ده، هنشوف الموضوع ده. على السلام. انت دلوقتي دخلك مش 10، مش ال 20000 اللي انت عايز، اللي انت بتقول لازم يكونوا في الشهر، صح؟ دخلت على جواز، تمام؟ طور روحك يا عم وجيب ال 20000. طور روحك وجيب ال 20000. يعني الفرص متاحه كده والشغل متاح. يعني خلينا نتفق. مينيمم انت بالنسبه لك، خلينا كل واحد يقول كلمته الاخيره. مينيمم اخر حاجه ايه بالنسبه لك؟ طبقا لمصاريفي ماشي، ال 20 تبقى متوسطه وكويسه جدا. طيب بير مينيمم باحسن الظروف 20000 باحسن الظروف. اتفق بقوه باحسن الظروف.
خلي بالك بحث عن الظروف دي تحتها 50 خط يعني انت فعلا. مش بتأجر، انت مش ما بتصرفش مواصلات كتير، كل الحاجات الحلوه. بالظبط. حد ادنى قصدك يعني؟ حد ادنى وفي ظروف مثاليه كويسه، ظروف كويسه. لو انت عاوز تبقى في الامان خالص يبقى 30 مثلا، بدايه من 30 وانت طالع. انا بالنسبه لي الامان 50 الصراحه، كقبل 50 هو اللي هو عادي في اي ظروف هنحنكش الدنيا. لو هنطلع شويه ماشي، في يبقى حاجات انت- كتير، في حاجات كتير بتتعمل هي يعني تيجي نتكلم عن الرفاهيات، يعني ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعتبرها رفاهيات نشيلها من الحسبه اصلا؟ في حاجات كتيره قوي. الاساسيات دلوقتي يعني هتخلص اللي انت لا بتقول فيه اصلا ده. يعني الاساسيات دي انت ممكن تبقى الاساسيات دي ان انت تخرج كل يوم مثلا في حته، لا انك انت دلوقتي بقى تاكل جزء حاجة من معينة. اساسيات، جزء من مش اساسيات شرط دلوقتي كان انك كله انت بص. تخرج على الاقل مره في الاسبوع، بقى جزء من الاساسيات. ماشي، بس فين الخروجه دي؟ يعني مثلا في القاهره في حدائق كتيره مفتوحه، في متاحف كتيره مثلا الدخول فيها بشيء رمزي، فانت ممكن تخرج خروجات حلوه وتقعد يوم بحاله بس تقضيه، احنا ما عندناش الكالتشر ما تصرفش القعده اللي انت بتقعدها مع اصحابك في يعني. فعلا بسمع ناس في قعدة المانيا وفي اوروبا بيبداوا ان هم بيستمتعوا بالطبيعه وبيجيبوا اكل من بيتهم وعندهم كده يفرشوا كده. هو احنا عندنا الحاجه دي مظهر من المظاهر اللي هو ايه، بلدي لوكال، انت يعني جايب اكل من بيتك، يعني بنعمل ميمك على الكلام ده وبنهزر على الكلام ده، مع ان الكلام ده منطقي. انا رايح استمتع بالخضره مش رايح استمتع. بص لو واحد الغريب في بقى الواحد اجنبي عمله هيبقى واو، شوف يا اخي الناس الموفره، الناس اللي بتصير واحد مصري يقول لك شوف يا اخي الفلاح يا عم اصرف يا عم، انت في ايه، فك الكيس وبتاع. عشان ما نخرجش على الموضوع الاساسي، يبقى احنا كده قلنا الدخل الاساسي اللي انت محتاجه 20000 جنيه عشان خاطر تبدا، صح؟ مش شرط بقى تكون انت بتاخد ال 20000 اصلا من قبل ما تروح اصلا خلاص احنا تتجوز قلنا أو كده. احنا خلصنا النقطه دي. انت عادي، انت بعد ما تتجوز بتشوف، بتعمل تدابيرك وبتعمل على حسب وضعك وبتظبط، وبعد كده بتشوف بقى تحاول تحسن دخلك.